أحذفه ولا أسيبه يعيش؟ هذا هو السؤال. عزيزي الكاتب، لو بتسأل نفسك السؤال ده وانت بتكتب الرواية، مش عارف الشخصية دي المفروض ان انت فعلا تشيلها من الرواية خالص وتعيد كتابة الرواية من غيرها، ولا تخليها موجودة؟ فأنا عندي الإجابة، هقولك ازاي انت أصلا بتفكر في الموضوع ده وازاي تتخذ القرار. وهل يا ترى هل ترى الإفيين الحلوين اللي الشخصية دي رمتهم هل يشفعوا لها ان هي تفضل قاعدة في الرواية لأن أنا بحبها، ولا المفروض فعلا أرميها لأن هي ما بتخدمهاش؟ هحكي لك. الموضوع كله عبارة عن انت تفكر في لعبة الجينجا الكورية. بس الأول أحب أفكرك إن روايتي هتكون موجودة في معرض الكتاب، سواء كانت أثير أو لهيب وتنانين، وأنا نفسي إن شاء الله هكون موجودة في المعرض يوم الجمعة 23 من بعد الصلاة. إيه لعبة الجينجا الكورية دي ببساطة عبارة عن شوية صوابع خشب بيترتبوا فوق بعض شبه البرج. بعد كده بيقعدوا 2 قدام بعض وكل واحد يقعد يسحب خشبة. مين يخسر؟ اللي لما يسحبها البرج كله يقع. الآخر كده، شخصيتك لو انت جيت سحبتها من رواية ولقيت ان الحبكة بتنهار، الحوارات مش متماسكة، كل حاجة زي ما يكون كده فجأة بقت ناقصة، اعرف ان الشخصية دي قوية جدا وانا هسيبها تعيش. لكن لو انا شلتها ولقيت ان الدنيا كلها ماشية عادي جدا، الحوارات الكم جملة اللي هو قالها ممكن حد تاني يقولها، فانا كده هحذفه. طيب ممكن ندي مثال بس عشان نتأكد ان احنا فهمنا صح. لو انا دلوقتي بتكلم مثلا عن رواية مغامرة، فانت جيت عند شخصية معينة، الشخصية دي هي اللي بتعمل مصايب كلها، هي قص المصايب. نيجي نقول له محدش يلمس كذا، يكون هو لمسه اساسا من قبل ما نقول. نيجي نقول محدش يقول كذا، ينيل الدنيا ويتكلم قدام الناس فبالتالي هو قص المصايب، بس في نفس الوقت المغامرة اصلا ما كانتش هتحصل لولا الافعال اللي هو بيعملها. هو اللي بيدبسهم اساسا من الاول في المغامرة. طيب خلينا نسأل سؤال، لو انا شلت الشخصية دي الموضوع هيمشي عادي؟ والله على حسب. لو بقيت الشخصيات فيهم مثلا شخصية كانت ممكن تدي نفس رد الفعل ده او تقول نفس الكلام اللي هو بيقوله في الحوار والدنيا هتمشي، يبقى طيب لقيت ان انا شلت الشخصية دي وشخصية الابطال التانيين ما فيهاش كده، هما ما عندهمش ملكة مثلا الحوار بالاسلوب ده، او انا مش بنياهم ان هما يعملوا افعال متهورة، هما بالعكس الشخصيات التانية شخصية منطقية جدا وبتمشي بالورقة والقلم، فان هما يعملوا غلطة شبه دي مش واردة، لان هو بناء شخصيتهم مش كده. طيب هنا بقى هسيب الشخصية ولا اشيلها؟ لا، هنا تقريبا انت الحبكة بتاعتك كلها اتهدت وهتغيرها كلها، كده ممكن تغير بناء واحدة من الشخصيات عشان تتماشى مع الموضوع، فهنا اسيبه يكون احسن. احكي لي بقى عزيزي الكاتب، بعد ما سمعت النصيحة دي، هل في شخصية هتحذفها من الرواية بتاعتك؟ ولو ليك في كتابة وستوري تيلينج ما تنساش تعمل لي فولو، لانك هتلاقي عندي اكتر من 39 نصيحة لكتابة الروايات.